بحته لحمه صغيره. عندك لحمه مفرومه واتنين بطاطس واتنين طماطم واهو وحبه صلصه حلوين، هتعملي احلى غدوه لاحلى عيله في الدنيا. ايه رايكم؟ اهو بجد بجد جميله وريحتها جايبه اخر الشارع، والبطاطس زي ما بقول لكم بصوا شفتوا لونها حلوه قوي 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 اهي، واستوت جدا جدا اهي. ايه رايكم؟ اللحمه كمان استوت وزي الفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا يا احلى متابعين في الدنيا. يا رب ما تنسونيش بقى ايه في اللايك لو عجبكم الفيديو. بصوا النهارده هنعمل عزومه او يعني اكله، بما اننا في اخر الشهر، نص كيلو لحمه مفرومه هنعمل بيها اكله تقضي عيله من 5 تنفور. هي فاتن هنشوف. هنا دي لحمه مفرومه، عندي بصلايه مفرومه، بصلايه وتوم ماشي، فصين توم اهو، عندي بقدونس فرمه ناعم قوي، معلقتين بقسماط ماشي. بهاراتنا بقى ايه بقى؟ هنحط عليها ملح، سنه حبهان، سنه صغيره اهي مش كتير، سنه فلفل، كمون، كمون مش كتيره برضو، ربع معلقه صغيره. عندنا برضو ربع معلقه كزبره ناشفه. بصي دي اختيار، سنه شطه مش كتير برضو، دي اختيار. وهنحط معاهم نص معلقه بابريكا. بس كده يا فاتن؟ ايوه بس كده اهو، وندعكهم كويس جدا 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 لحد ما نلاقيهم ايه. بصوا نقعد ندعك فيهم قوي قوي، يمكن 10 دقايق كده نقعد ندعك فيهم جامد قوي كده اهي، لحد ما كل المكونات تخش في بعضها. بصوا كده خلاص، كده احنا عملناها كويس قوي لحد ما نمسكها نلاقيها بصوا سمغت مع بعضها كده اهي. كده يبقى مش هتفك منك خالص ان شاء الله. نركن بقى اللحمه ونشوف هنعمل ايه بقى بعد ما ركننا بقى. عملنا اللحمه الكفته بتاعتنا. عندي بصلايه هنا كبيره هقطعها طرنشوط ماشي. عندك الخضار بقى اللي عندك كله، عايزه تحطي بصوا قطعها طرنشات رفيعه كده ماشي. ادي البصل اهو قطعناه طرنشات. هنقطع ايه؟ فلفلتين عندي رومي لقيتهم في التلاجة، هقطعهم برضو طرنشات اهي ماشي. ادي الفلفل، وعندي طماطم هقطعها طرنشات برضو. عندي هنا طبعا مش هقولك الخضار قد ايه، انتي اللي هتحددي. عندي البطاطس، بس البطاطس مش هقطعها رفيع، اقطعها سميكه شويه زي ما انتوا شايفين كده ماشي. انتي بقى هتحطي مثلا نص كيلو لحمه، هتشوفي هتحطي معاها بطاطس قد ايه، هتحطي خضار قد ايه. مثلا ما بتحبيش الطماطم ما بتحبيش الفلفل مش تحطي بطاطس بس. دي تبع ايه انتوا بتحبوا ايه انتوا وولادك. بس الطريقه دي ما شاء الله ما شاء الله هتكفيكي غدا حلو قوي اهو كده اهو. ليه في اللحمه بصوا اهي نعملها كده ونبططها تبع الايه كده اهو. اعمليها كويس قوي كده قبل ما ايه تعمليها دايره مبططه عشان تمسك في بعض.
تخافيش، هي الطريقه دي بدل عملناها وعجناها كويس مش هتعمل حاجه، متخافيش. بصي اقعدي ايه، اعملي فيها كده اهو كويس قوي اهو كده. بصي بين ايديكي كده بططيها. بصوا اهي، بصوا بقى اهو كده اهو. اروح جايبه بطاطسايه و الطريقه اللي تعجبكم رصوا بيها. او بصوا انا عملت لكم طريقه تاني اهو، دي تعجبكم اهو. يبقى في فرشه من تحت بس. بصوا بقى اهي كده خلصت اهي. بصوا خلاص كده عملناها ورصيناها، فاضل حبه خضار حطيناهم في النص كده. هنحطها كده في الفرن. لا، هجيب عندي اهو، بصوا هجيب عندي صلصه زودتها حبه ميه. عندك بقى صلصه متسبكه، طماطم متسبكه ماشي، بس انا هنا عندي صلصه. هحط معلقتين زيت، معلقتين بس. هحط معلقه كبيره صويا صوص. حطينا صويا صوص، ما تكتروش الملح، رشه ملح صغنطوطه قوي، ورشه فلفل حلو، ونقلب كويس قوي. هتتحط في فرن على الصاج اللي تحت على طول، بس هنغطيها بورق فويل عشان ايه تستوي بسرعه. اروح نازله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. بصوا بقى اهي، هنقلب بقى الصلصه كده معاها. متنسوش الخضار هننزل ميه تاني. ايه رايكم في الجمال ده؟ هنجيب ورق فويل ونغطيها كويس، وبعدين ندخلها على فرن حامي تستوي. مش هتاخد من قيمه من نص ساعه لساعه الا ربع في الفرن. وهنعمل جنبها حبه رز بالشعريه، احلى غدوه تكفي 5 تنفور. ايه رايكم؟ نص كيلو لحمه وقولوا كيلو الا ربع بطاطس وطماطمتين وفلفلتين، عملنا غدوه متينه. بصوا بقى طبعا مع صينيه الكفته التحفه بالبطاطس، عايزين نعمل ايه بقى؟ حبه رز بالشعريه. بصوا انا هنا حطيت زبده معاها معلقه زيت، عشان احنا عارفين طبعا ان الزبده بتتحرق اهو كده، واحمر فيها. درجه الشعريه مش الكل بيحبها نفس لون الدرجه، يعني انا مثلا بحبها دهبي غامق شويه، في ناس بتحبها فاتح. زي ما انت بتحبي طبعا هتحمري الشعريه اللي انت عايزاها. احنا مع بعض اهو لحد ما تتحمر. غزل الرز. بصي بقى في تكيه، لو عندك مرقه ما شاء الله الرز بيبقى تحفه، بمرقه لحمه فراخ بط، اي مرقه عندك. ما عندكيش مرقه، اوعي تعملي الرز بميه ساقعه. بسخن ميه في البراد الشاي عادي اهو، بسخن ميه في البراد وبحط. بصوا الشعريه حراميه زي اللبن،
يعني انت لو سبتيها دقيقتين وما قلبتهاش هتتحروق، اللي تحت هيتحروق واللي فوق ايه مش هيتحمر. اهو كده يبقى ايديكي فيها على طول. لحد ما نوصل للدرجه اللي احنا عايزينها. بصوا بدات اهي، بصوا هي لسه كده اهي، بصوا هي كده لسه. حمرها شويه كمان اهو. بدأت اهو اللون اللي انا عايزاه. بصوا لو عملتوها زي كده هتبقى، لو حطيت الرز دلوقتي الرز هتفتح. غمقيها سنه كمان ونحط الرز مع بعض. بصوا هنحط بقى، نسمي ونحط الرز. وقتي هحط الملح طبعا ما انت عايزه، وهقلب كويس قوي. مش هنزل عليه بالميه دلوقتي خالص. الصوت، سامعين الصوت ده؟ هستنى لحد ما الصوت ده يختفي خالص. اهو هقلب بقى كويس لحد ما احس ان خلاص كله اتشرب، الميه اللي فيه اتشربت. في الوقت ده انزل بالميه بسم الله. طب الميه بتاعته قد ايه؟ بالنظر كده، ما تحطيش ميه كتير. يعني بصي اهو اقلب يا دوبك تغطيه بس كده اهو. حلو قوي قوي، يا دوبك ياخد غلوه وهوطي عليه النار. بس كده هوطي عليه النار ونشوفه لما يستوي. رجعت لكم. بصوا بقى، بنص كيلو لحمه، نص كيلو لحمه مفرومه هتعملي غدوه متينه متينه متينه. ايه رايكم بقى في الحلويات؟ نص كيلو لحمه والله بس هنعمل غدوه وايه لاسره مكونه من 5 تنفار، هتاكل وتشبع. وجنبها حبه الرز بالشعريه اهي، بصوا حلاوتها وجمالها. ومعاها بقى حبه سلطه، حبه مخلل. ما تنسونيش في اللايك والشير. سلام عليكم.